ايه هي اسباب تغير المناخ ده؟ ففي بدايه الثمانينات ومع الثوره الصناعيه اللي حصلت في العالم كله بدات انبعاثات الغازات الدفيئه تكتر جدا جدا، والغازات الدفيئه دي مجموعه من الغازات الضاره اللي بتتكون بكذا طريقه، زي مثلا احتراق البنزين والفحم والزيت والبترول. البترول بتاع التكييفات ايه؟ التكييفات ايه اللي بتشتغل ببترول دي؟ زي مثلا احتراق البنزين والفحم والزيت والفريون بتاع التكييفات. يعني تقريبا المصانع ومولدات الكهرباء واي حاجه بتمشي بموتور بتنتج الغازات الدفيئه دي، وطبعا مع ازاله الاشجار والغابات اللي بتفلتر الجو من الغازات الضاره دي، وده بقى اللي هيخلي الغازات الدفيئه دي تعمل اطار كده او حاجز حوالين الكره الارضيه. يا اخي الانسان ده ما بيسيبش حاجه في حالها، ده طبقه الاوزون خرمناها، وده بقى اللي هيتسبب في الانحباس الحراري والتغيرات المناخيه. ومع ارتفاع درجه حراره الارض والتغيرات المناخيه دي هيحصل كوارث حرفيا، زي مثلا ذوبان الجليد على القطبين، وده اللي هيرفع منسوب ميه البحر وممكن يتسبب في غرق مدن كامله. ده غير بقى العواصف والجفاف وانتشار امراض كتير وانقراض معظم الحيوانات. فمؤتمر المناخ هو اللي بيناقش الحاجات دي كلها واكتر من كده، وبيدور لهم على حلول، زي مثلا الانسان يستخدم حاجات ما بتضرش البيئه وبتديله نفس النتيجه، زي مثلا الغاز الطبيعي وعربيات الكهرباء اللي تعتبر بتدينا صفر من الانبعاثات. يا لهوي على كلمه الانبعاثات دي. زي مثلا الغاز الطبيعي وعربيات الكهرباء اللي تعتبر بتدينا صفر من الانبعاثات الضاره، واكتشاف طرق جديده لتوليد الكهرباء. وطبعا مؤتمر المناخ ده اكبر واوسع من كده بكتير، وبيناقشوا فيه مواضيع كتيره جدا عاوز حلقات كتير عشان نتكلم عنها. وانا بقى يا صديقي حاولت الخص لك واشرح لك اللي هيحصل الفتره الجايه دي، والاهم من كده احب اسمع رايك في الكومنتات وتقول لنا بعض الحلول اللي ممكن تساعدنا نقلل من التغيرات المناخيه دي. وبس كده، ما تنساش تعمل لي فولو ولايك وشير عشان كل يوم تاخد مني معلومه في الصح. سلام.